من ألذ وأسهل الكيك اللي ممكن تعملوها كيكة البرتقال. هتطلع معاكم هشة وناجحة جدا من أول مرة. طعمها بقى خطير ومقاديرها كلها بسيطة وسهلة. هستخدم هنا الخلاط. أول حاجة هحطها 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، تكونوا مطلعينها قبل الاستخدام بحوالي ساعة أو ساعتين إن أمكن. وبعد كده حطيت معلقة صغيرة من الفانيليا، حوالي باكت صغير. بعد كده حطيت معلقة كبيرة من الخل. بعد كده هستخدم كوباية وربع من السكر الأبيض. هحط كل المواد السائلة اللي بتتضرب في الخلاط الأول مع بعض، وبعد كده هنحط المواد الجافة. بعد كده المادة الدهنية هستخدم هنا كوباية إلا ربع من زيت على سمنة. تقدروا تستخدموا المادة الدهنية كلها زيت، بس أنا هنا ضفت سمنة لأن هي طبعا بتدي طعم حلو جدا للكيك. تقدروا تستخدموا كمان بدلها زبدة. آخر وأهم حاجة اللي هيطلع معاكم الكيك طعمها خطير ولونها كمان تحفة، ده كوباية عصير برتقان. هضيف عليها معلقة صغيرة مليانة من تانج برتقان. بيدي تيست حلو جدا، وكمان اللون بيبقى حلو جدا في الكيك، بيطلعها بقى معاكم خطيرة. مش حابين تضيفوا الإضافة دي براحتكم، بس ده هيطلع الكيك معاكم حلو جدا. تقدروا كمان تستبدلوا عصير البرتقال لو مش متوفر عندكم بمية، وتحطوا عليها معلقة صغيرة من التانج، هتديكم نفس النتيجة. بعد كده هنضرب بقى المكونات دي كويس جدا مع بعض لحد ما نتأكد ان السكر داب. بعد كده المواد الجافة هنجيب مصفى او منخل، اي حاجة نقدر نصفي بيها الدقيق. هنستخدم هنا كوبايتين ونص من الدقيق. والخطوة دي مهمة جدا ان احنا ننخل كويس ونصفي الدقيق عشان لو في اي تكتلات، عشان الكيك يطلع معانا مظبوط 100% والخليط ما يكونش فيه اي تكتلات. وبعد كده هجيب معلقتين كبار من النشا، دي بقى هتزود الهشاشة بتاعة الكيك، هيطلع معاكم تحفة. حطيت معلقتين كبار نشا، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، حوالي باكت واحد من البيكنج باودر. وكمان طبعا ما تنسوش رشة بسيطة من الملح، دي اخر حاجة. هنقلبهم الاول كده مع بعض المواد الجافة، وبعد كده هنضيف المواد السائلة. هنا ضربتهم كويس جدا لحد ما اتأكدت ان السكر الحبيبات بتاعته كلها خلاص ما بقاش موجود. نزلت بالخليط السائل على المواد الجافة، وهبتدي ان انا اقلب فيه بالطريقة دي بالمضرب اليدوي لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعض. ده القوام اللي احنا المفروض نوصله، السمك بتاعه متوسط، ولا تقيل جدا ولا خفيف قوي. بعد كده اخر خطوة بقى مهمة، بشر البرتقان اللي احنا خدنا منه كوباية العصير، حوالي معلقة كبيرة مليانة من بشر البرتقان. نخلي بالنا واحنا بنبشر البرتقانة منجيش عند الطبقة البيضة، عشان دي بتمرر معانا الكيك. فاحنا بناخد بس الطبقة الخارجية الخفيفة اللي من بره اللي هي الأورنج. ده السمك بقى بتاعنا، شايفين خطيرة. بعد كده هنحضر بقى الصينية بتاعة الكيك اللي هتدخل الفرن. هنا جبت بقى صينية مستطيلة، هحط فيها معلقة كبيرة من السمنة، دهنتها بالشكل ده. حابين تستخدموا برضو الزيت براحتكم، بس السمنة تستها بيبقى عالي قوي. بعد كده نزلت بالخليط بتاع الكيك، هسويه بقى في جميع الأطراف بالشكل ده. وبعد كده كمان هحرك الصينية بتاعتي عشان لو في أي فقاعات أو حاجة هنخبط بيها كده على الرخامة بالشكل ده. بعد كده هندخلها على فرن سخن درجة حرارة 180، الرف الوسطاني. هتقعد معانا حوالي نص ساعة. هنعمل لها كمان اختبار بالستيك وهي في الفرن. لو طلع معانا نضيف كده الكيك بتاعتنا خلاص استوت وبقت مظبوطة 100%. شايفين هتطلع معاكم شكلها خطير كده، لونها وهشة وحلوة جدا. شايفين هنا بعد ما سبتها بحوالي تلت ساعة، لازم نسيبها تبرد خالص عشان نعرف نقطعها عشان ما تفرولش مننا. تمام، هنبتدي بقى ان احنا نقطعها. شايفين شكلها تحفة ولونها حلو جدا. لو مشيتوا على الخطوات مظبوط هتطلع معاكم زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى هنا قطعتها، بوريها لكم بقى كمان. شايفين هشة ازاي؟ تحفة، هشة جدا وطرية وحلوة قوي على الفطار او العشاء، بجد طعمها خطير. هتطلع معاكم ناجحة من اول مرة، سهلة وبسيطة ومقاديرها كلها بسيطة مفيهاش اي صعوبة. هنا قطعتها بقى بالشكل ده، تقدروا تقطعوها زي ما انتوا حابين. شايفين كمان التسوية من جوه كلها زي بعضها مظبوطة 100%. هستناكم بقى تجربوها، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. يلا باي باي.